تخيل معايا كده لو معاك مكنة كل ما تحط فيها دولار تطلع لك 3 أو 4 دولار الناحية التانية. هل هتوقف المكنة دي؟ أكيد لأ. النهاردة أنا جاي أكلمك عن المكنة دي بس في عالم الإنترنت، وهو أسلوب بيسموه الأربيتراج أو تجارة الزيارات. النهاردة هقولك إزاي تشتري زيارات رخيصة جدا بسعر التراب وتحولها لزيارات غالية جدا تكسب منها أضعاف في جيبك عن طريق شركات الإعلانات، وكل ده بذكاء ومن غير ما حسابك يتقفل. ركز معايا وهات كوباية الشاي بتاعتك عشان الكلام اللي في الفيديو ده بفلوس، بس أنا جايبهولك النهاردة ببلاش. يلا بينا نبدأ سبوبة النهاردة. أهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد ومميز جدا على قناة سبوبة أونلاين، المكان اللي بنحاول فيه دايما نبسط طرق الربح من الإنترنت ونكشف الأسرار اللي الخبراء بيخبوها عشان الكل يستفيد. قبل أي حاجة وزي ما تعودنا خلينا نعطر فمنا وقلوبنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وياريت لو لسه ما اشتركتش في القناة تنزل دلوقتي تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك المتين بتاعك بيفرق جدا في ان الفيديو يوصل لغيرك وتشارك في الثواب ونشر العلم. النهاردة الشرح بتاعنا مش مجرد شرح الموقع، دي استراتيجية عمل كاملة بيسموها في السوق ترافيك اربيتراج او المتاجرة بالزيارات. ناس كتير بتعمل منها ارقام خيالية بس محدش بيرضى يقول السر فين. الفكرة ببساطة إننا هنشتغل مع شركة إعلانات مشهورة زي أدستيرا أو مونيتاج، والهدف إننا نكسب من فرق السعر. يعني إيه؟ يعني هنشتري زاير بسعر قليل جدا ونخلي الزاير ده يدخل موقعنا ويشوف إعلانات بتدفع أكتر بكتير من اللي دفعناه، فالفرق ده هو مكسبك الصافي اللي بيدخل جيبك. وعشان تنجح في المعادلة دي لازمك طرفين، طرف رخيص تجيب منه الزوار وطرف غالي تبيع له الزوار دول. وهنا يجي دور بطل حلقة النهاردة والمصدر السري اللي هنعتمد عليه، وهو موقع زوار دوت سي او. الموقع ده يا جماعة كنز حرفيا لأي حد شغال في المجال ده. تخيل إنك ممكن تشتري 1000 زيارة حقيقية لموقعك بأسعار بتبدأ من 12 أو 15 سنت، وأوقات بيكون في عروض أقل. الموقع بيقدم أنواع كتير جدا من الزيارات، في زوار للمواقع عالمي، وفي زيارات خليجية لو بتستهدف محتوى عربي، وفيه الأهم بالنسبة لنا زيارات من دول أجنبية مستهدفة وتكون آمنة تماما على أدستيرا وأدستيرا. ميزة الموقع إنه بيجيب لك زوار حقيقيين مش موتات، فبالتالي نسب الأمان بتكون عالية. نيجي بقى للطرف التاني من المعادلة، إزاي نكسب من الزوار دول؟ ما ينفعش تاخد رابط الأفيلييت أو رابط الإعلان المباشر وتروح تشتري زيارات وتحدفه عليه كده خبط لزق، كده حسابك في أدستيرا هيطير وش ومش هتحقق ربح. لازم يكون عندك وسيط، والوسيط ده هو المدونة بتاعتك. والذكاء هنا إن المدونة دي لازم تكون باللغة الإنجليزية. ليه إنجليزي؟ عشان المعلن الأجنبي في أمريكا وأوروبا بيدفع أضعاف المعلن العربي، يعني الألف ظهور من أمريكا ممكن يوصلوا ل5 أو 10 دولار، بينما الألف من دول تانية ممكن ما يكملوش نص دولار. وعشان كده لازم تختار نيتش أو مجال تكون سعر النقرة فيه غالي نار، زي مجالات التأمين انشورنس، القروض لونز، التداول أو العملات الرقمية كريبتو. المجالات دي المعلنين فيها بيدفعوا فلوس تقيلة عشان العميل الواحد غالي عندهم. طيب هتقولي التكاليف، هقولك ما تشيلش هم، انت محتاج تشتري دومين عشان تبان محترف قدام شركة الإعلانات وقدام الزاير. ممكن تروح على موقع نيم شيب وتاخد دومين بامتداد دوت اونلاين. الدومين ده حرفيا ببلاش، مش هتدفع تمن الدومين نفسه، هتدفع بس ضريبة الشراء اللي هي حوالي 12 سنت، يعني ولا حاجة. كده بقى معاك دومين احترافي وهتربطه بمدونة بلوجر مجانية وتحط عليها مقالات في النيتشز الغالية اللي قلنا عليها. وهنا بقى نيجي للتركات الفنية عشان حسابك ما يتقفلش في أدستيرا وتضمن أعلى ربح. لما تروح تشتري زيارات من موقع زوار دوت سي او اوعى تطمع في الأول، يعني ما تروحش تشتري 100,000 زيارة مرة واحدة وانت حسابك لسه جديد، لا، ابدأ بأرقام معقولة ومنطقية، اشتري 1000 أو 2000 زيارة في اليوم. ومهم جدا انك تخلط الزيارات دي بزيارات تانية لو تقدر، أو تعتمد على خيارات الموقع الآمنة. والسر الأكبر بقى في استراتيجية التحليل وإعادة الاستهداف. يعني إيه؟ يعني أنت في الأول هتشتري زيارات عالمي أو ميكس عشان رخيصة، بعد ما الحملة تخلص تروح تجري على لوحة التحكم في أدستيرا وتفتح التقارير ريبورتس. شوف بقى مين أكتر دولة جابت لك فلوس أو سي بي إم عالي. لقيت مثلا إن الزيارات اللي جت من ألمانيا أو كندا السي بي إم بتاعها 3 أو 4 دولار، حلو جدا. المرة الجاية لما تدخل موقع زوار تشتري ترافيك ما تشتريش عالمي، لا،
اشتري زيارات مستهدفة للدول دي بس، حتى لو سعر ال1000 زيارة أغلى شوية مثلا 50 سنت، بس العائد هيكون أضعاف التكلفة. هي دي التجارة الشطارة، إنك تصطاد الدول اللي بتدفع. دلوقتي أنا سامع حد بيسأل ويقول: يا عم أنا لسه مبتدئ، الكلام ده حلو بس أنا ولا بعرف أكتب مقالات إنجليزي، ولا بعرف أظبط سيو، ولا أركب قوالب، والموضوع ده كبير عليا. ولا يهمك، إحنا في قناة سبوبة أونلاين فكرنا فيك وحلينا المشكلة دي تماما عشان ما يبقاش ليك حجة. إحنا بنقدم خدمة إنشاء المدونات الاحترافية الجاهزة للربح، يعني إحنا اللي هنعمل لك كل حاجة من الألف للياء. هنركب لك قالب احترافي سريع ومتوافق مع السيو، وهنعمل لك الصفحات الأساسية اللي أي شركة إعلانات بتطلبها، زي اتصل بنا وسياسة الخصوصية وشروط الاستخدام. وكمان هنربط المدونة بحسابات السوشيال ميديا وبأدوات مشرفي المواقع جوجل وبينج عشان الأرشفة والظهور في البحث. وهنظبط لك ملفات السايت ماب ورابطس دوت تي اكس تي، ودي حاجات فنية جدا ومهمة. ومش بس كده، الخدمة بتشمل إننا نكتب لك 5 مقالات حصرية 100% باللغة الإنجليزية متوافقة مع معايير السيو في النيتش المربح اللي تختاره، وهنصمم لك لوجو احترافي ونضيف أيقونة للموقع. والأهم من ده كله إننا بنربط لك المدونة بشركة إعلانات زي موني تاج، ونحط الإعلانات عليها أو نجهزها لأي شركة تانية. ولو عندك دومين هنربطه لك، وهنعلمك إزاي بعد كده تكتب مقالات وتجيب صور بالأدوات المجانية. وهنكون معاك خطوة بخطوة على الواتساب بعد الشراء عشان نضمن إنك استلمت مدونة جاهزة على الشغل والربح على طول. الخدمة دي هتختصر عليك وقت ومجهود ومحاولات فاشلة كتير. وقبل ما نختم الجزء ده لازم أقول تحذير هام وإخلاء مسؤولية عشان نكون واضحين. يا شباب، الطرق دي الاربتراج بتحتاج تجربة وذكاء ومتابعة. أنا بشرح لك استراتيجية تعليمية مجربة، لكن النتائج بتختلف من شخص للتاني حسب التطبيق. لازم تكون حذر وانت بتشتري الترافيك، وتلتزم بسياسات الشركات، وتشتري زيارات حقيقية ونظيفة عشان تحافظ على حسابك وتضمن استمرار الربح الحلال. الهدف هو إننا نبني بيزنس مستمر، مش مجرد ضربة وخلاص. وفي آخر 30 ثانية في الفيديو عايز أكلم الناس اللي عايزة تاخد الموضوع لمستوى تاني خالص، مستوى الاحتراف بجد. لو عايز تتعلم إزاي تعمل $100 وانت حاطط رجل على رجل، أنا عامل كورس كامل وتفصيلي اسمه تحدي $100، دليلك الشامل للربح من دايركت لينك. الكورس ده مش كلمتين في الهوا، ده 18 محاضرة مدتها ساعة ونص تقريبا، باخدك من الصفر للاحتراف. بنشرح إزاي تسجل في المنصات صح، وإزاي تعمل صفحات هبوط احترافية على بلوجر تجبر الزاير إنه يضغط. والمفاجأة إننا بنشرح إزاي تستخدم التليجرام وتعمل بوت آلي يوزع الروابط ويجيب لك فلوس وإنت نايم. الكورس فيه أسرار عن جلب الزوار مجانا من نتشات مربحة جدا، ترافيك ماستري، وخطة عمل واضحة عشان توصل لأول $100 وتسحبهم. والمميز إن الكورس بيتحدث باستمرار، وفيه دعم فني لو وقفت معاك أي حاجة. الكورس ده مناسب للمبتدئين، للطلاب، لأي حد جرب مجالات تانية وفشل وعايز طريق سريع ومباشر. ما تنسوش يا شباب، هسيب لكم رابط موقع شراء الزيارات زوار في الوصف مع خصم خاص ليكم، وكمان تفاصيل خدمة إنشاء المدونة ورابط الكورس للي حابب يشترك. وافتكروا، بعد أول تجربة شراء زيارات ابدأ حلل الدول واشتغل بذكاء. لو عجبك الفيديو ولقينا دعم، أوعدكم الفيديوهات الجاية هنشرح استراتيجيات تانية وهنحلل نتائج سوا. ما تنساش اللايك والاشتراك، وصلوا على الحبيب محمد. وأشوفكم في فيديو جديد وسبوبة جديدة. سلام.